رسميا منتخب مصر هيقابل منتخب بنين في دور ال 16، وعايز اقول ان منتخب بنين مناسب جدا للمنتخب المصري في دور ال 16 ان انت تاخدها واحده واحده. منتخب بنين مش هو المنتخب القوي جدا اللي يخليك تخرج بره البطوله او اللي يتعبك طوال المباراه، وفي نفس الوقت مش هو المنتخب الضعيف اللي تقدر تكسبه بسهوله. منتخب لازم تطبق عليه افكارك، لازم تلعب بطريقه لعبك اللي هتكمل بيها البطوله في دور الثمانيه او في دور الاربعه. تشكيلك يكون هو التشكيل الاقرب اللي هتكمل بيه البطوله في دور الثمانيه ودور الاربعه. لازم تعليماتك ولازم اسلوب لعبك يكون موجود في الملعب من المباراه دي، يكون بروفا. زي ما قلت لك منتخب بنين مش هو المنتخب القوي جدا، هو بنفس اسلوب لعب جنوب افريقيا، وان كان جنوب افريقيا اسرع شويه وبيلعب من العمق. منتخب بنين مش اقوى منه، وخلي بالك انت كسبت جنوب افريقيا وانت مطرود منك لاعب في الشوط الثاني طول المباراه، طول الشوط الثاني. فانت كونك قدرت تكسب جنوب افريقيا، وخلي بالك لو كان اللاعب ده موجود كنت ممكن تقدر تسجل في جنوب افريقيا هدف ثاني لو بتلعب كامل العدد. فانت تقدر تكسب بنين بنفس الشكل، مش بقول بنفس الشكل الدفاعي، تكون فعلا انت كنت الشوط الاول قدام جنوب افريقيا جيد جدا، ما كانش فيه فرص لكن كنت منظم واقف على رجلك مستحوذ بتلعب، كنت قريب ان انت تسجل هدف، فسجلت هدف من ضربه جزاء. تقدر تعمل ده قدام بنين وتقدر تسجل هدف ثاني وثالث، وتقدر تنفذ افكارك وتطبق افكارك وتلعب بطريقه لعبك اللي هي 3-4-3، وتحط تشكيل مناسب ليك يكون للمباراه اللي بعد كده. عايزين اللعيبه نخاف عليها علشان المباريات اللي بعد كده هتكون اصعب، لكن في النهايه زي ما قلت انت محتاج تطبق طريقه اللعب دي مره واثنين في الماتشات اللي جايه علشان تقدر تكمل في البطوله. فانت محتاج قدام بنين تلعب 3-4-3، او في الحاله الدفاعيه 5-3-2، وتلعب على التحولات بعد ما تسجل هدف واثنين ان شاء الله. ومحتاج تحط تشكيل قريب جدا من التشكيل اللي هيكمل معاك البطوله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.